اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طريقه عمل البيتزا سهله جدا وبسيطه برضه. احنا بنحاول نعمل كل الحاجات السهله يعني. هو كيلو دقيق وربع معلقه صغيره ملح ومعلقتين كبار زعتر، معلقه نص معلقه نشا صغيره، ونص معلقه بيكنج باودر برضو، وكوبايه لبن صغيره خالص وكوبايه زيت صغيره خالص. هتشوفوا دلوقتي المقادير اللي هي بتاعت الزيت واللبن قد ايه. كل ده على كيلو دقيق. المقدار بتاعنا هنعمل كيلو دقيق. طبعا كيس خميره جافه، ومعلقه سكر كبيره. هنحط الحاجات دي كلها على بعض، وبعد كده هنعجن وطبعا ذره ملح، لازم حبه ملح كده على العجين. هنعجن الحاجات دي كلها طبعا بميه دافيه. كوبايه الزيت دي بتبقى هي الحجم دوت يعني، او كوبايه القهوه الصغيره، وكوبايه لبن. واللبن اختياري برضو، لو عايزينه مش عايزينه، بس هو بيطر العجينه وبيخلي طعمها حلو جدا. كوبايه لبن صغيره برضو، نفس مقدار الزيت. وهنبتدي بقى نعجن كل ده بميه دافيه. هنحط الميه الدافيه تقريبا كوبايتين ميه، بس هنحطهم شويه شويه يعني، مش هنحط الميه كلها مره واحده عشان ما نحتاجش دقيق تاني، لان على حسب الدقيق ساعات ان الميه بتبقى اقل وساعات بتبقى اكتر. هنبتدي نقلب كده المكونات كلها في بعض، وبعد كده هنعجن بقى بايدينا. ولو في عجان او كده يبقى احط كل المكونات دي في العجان وشغلوه. نبتدي بقى نحط الميه الدافيه حبه حبه كده لغايه ما العجينه تلم معانا. هتشوفوا دلوقتي. متنسوش يا جماعه ذكر الله في الاوقات الفاضيه كلها اللي في الفيديو، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. والصلاه على النبي اهم حاجه في خلال اليوم كله، كل كتير يعني. كده هنبتدي بقى نعجن. حطينا حبه ميه دافيه، مش هنحطهم كلهم كوبايتين مره واحده، شويه بشويه. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم. ولو اي حد عنده صحابه او اصدقائه يا ريت يبعت لهم القناه عشان يشتركوا معانا. هنعجن بقى بالطريقه دي. هنوريكم كده. بص كده هيبقى الدقيق مفرط من بعضه كده. هنحط له ميه تاني برضو حبه حبه كده لغايه ما ايه العجينه تلم. نبتدي نعجن بقى كويس جدا. بعد ما عجننا العجينه هنجيبها لكم تاني نوريها لكم برضو. هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا. معلقتين زيت، معلقتين 3-4 معالق صلصه كبار. وطبعا المكون الاساسي في صلصه البيتزا الزعتر. نحط معلقتين زعتر برضو. احنا حطينا زعتر في العجينه، برضو الزعتر اللي في العجينه ده اختياري، سواء عايزين تحطوا في العجينه ماشي. ومعلقتين كاتشب هنا، يبقى معلقتين زيت واربع معالق صلصه ومعلقتين كاتشب والزعتر. وهنسيبهم شويه لغايه ما يتسبكوا مع بعض. يبقى كده دي صلصه البيتزا جاهزه. في ناس بتحط عليها توم، بس مش بحب احط عليها توم يعني. ومعلقتين خل، تبقى عامله زي الصلصه الجاهزه بالظبط، اللي هي بتجيب صلصه بيتزا جاهزه يعني. كده خلاص اتسبكت، ويعتبر كده خلاص جهزت معانا صلصه البيتزا. تمام كده بقى هنحطها، وبعد كده هنحضر بقى المكونات اللي احنا هنحطها على العجينه اللي احنا عجناها. كده العجينه بقى بعد ما عجناها كويس جدا وسيبناها تخمر، طبعا ملت ما شاء الله الطبق يعني. هنبتدي بقى نلم كل العجينه دي. خلاص هنلمها تاني على جوه على بعض كده زي ما انتوا شايفين كده. هنلمها تاني بقى خلاص. وبعد كده بقى نبتدي نشتغل فيها. ممكن تعملوا العجينه كده وتعملوها بقى في كل يعني على قد بتزايه كده، وتدخلوها في اكياس في الفريزر، وتطلعوها قبل لما تعملوا البيتزا مثلا بساعه، بتبقى حلوه جدا وكأنها لسه معموله. بس ادي العجينه بسم الله ما شاء الله معانا اهي. عايزين بقى تعملوا القطع البيتزا زي ما انتوا عايزين. لو عايزين هتعملوا بيتزا كبيره تقطعوها كبير، لو هتعملوها صغيره تقطعوا قطع صغيره زي ما انتوا عايزين. هو ده مقدار الكيلو دقيق معانا. عمل تقريبا 2 كبار و3 صغيرين. تمام كده. هي العجينه بصوا ما شاء الله سلسه جدا وواخده حقها يعني في العجن وكده. والتخمير كمان، لازم التخمير ده في العجينه حاجه مهمه جدا.
وهي اصلا ما كانتش محتاجه دقيق تتفرد عليه او حاجه، هي كانت ما شاء الله كويسه جدا يعني. جربوا المقادير دي وجربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. كده مقدار الكيلو معانا دقيق، هعمل الكميه دي في 2 كبار و3 صغيرين. خلاص هنسيبهم بقى على جنب لغايه ما نحضر الحشوات بتاعه الحشوه اللي احنا هنحطها في البيتزا ونكمل بقى. سيب دول يرتاحوا شويه. الحشوه بقى بتاعه البيتزا احنا هنحشيها النهارده فراخ، خلطه شاورمه الفراخ كده انا كنت عاملاها معاكم من كام يوم، وهنجيب برجر وهنسويه عادي ونقطعه قطع صغيره. دي صلصه البيتزا وزيتون، جبنه بيضه، الفراخ اللي احنا كنا عاملينها من كام يوم معاكم، وجبنه كيري، فلفل الوان، بصل متقطع صغير، وفلفل حامي زي ما انتوا عايزين، وطبعا جبنه ميكس موتزاريلا وميكس ورومي وشيدر 3 على بعض يعني. دي المكونات. وطبعا الحشو بتاعت البيتزا اختياري يعني، اللي انتوا عايزينه بقى ممكن تحطوه من فوق. كده مكونات البيتزا كلها. هنبتدي بقى نحضر المكونات بتاعتنا ونحضر البيتزا واحده واحده يعني، نشوف ايه هنعملها ازاي. بس الكاميرا. بعد كده هنجيب بقى البيتزا الكبيره، هنفردها كويس ونحطها في الصينيه اللي احنا هنحط فيها البيتزا عشان تطلع من تحت حلوه كده زي بتاع بره ومقرمشه، مش طريه او مش مستويه. هندهن الصينيه بزيت، وبعد كده نحطها في الدقيق السمولينا اللي هو الدقيق بتاع البسبوسه، هنرش فيه شويه تحت في الصينيه من تحت. ما كانتش محتاجه دقيق والله ان احنا نفرش عليها دقيق، كانت هي ما شاء الله كانت كويسه جدا يعني. طبعا اللي في العجينه دوت الزعتر بيودي البيتزا في حته تانية خالص يعني، وبرضو اختياري لو حد مش عايز يحط زعتر براحته يعني. دي الصينيه بقى طبعا، وده اللي فيها ده دقيق السمولينا اللي احنا قلنا عليه او دقيق البسبوسه لو محدش يعرفه. وهنفرد بقى البيتزايه، هي هتاخد معانا الشكل اللي احنا عايزينه لان هي مفروده كويس يعني. ودي الصينيه التانية. دي بقى البيتزايه الاولانيه اللي احنا فردناها. بصي فردناها كويس جدا وعملنا لها جناب سنه يعني. اول حاجه هننزل عليها بصلصه البيتزا اللي احنا عملناها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امان عليكم، لاي حد هيشوف الفيديو لازم يصلي على النبي ويذكر الله. وما ينساش يحط اللايك. بس هننزل بقى البيتزا كده صلصه، وبعد كده هنحط عليها حبه جبنه موتزاريلا صغيرين من تحت قبل المكونات على اساس تمسك المكونات فيها. بالمنظر ده. وبرده خلط حركه الشوكه دي ممكن مش اختياري يعني، لو انتم مش عايزينها عاليه قوي اعملوا بالشوكه كده، لو عايزينها تنفش قوي بتبقى تخينه كده شويه ما تعملوش بالشوكه. طبعا بقى المكونات ده بقى والحشو والترتيب بتاع البيتزا اصلا من فوق ده اختياري، كل واحد يحط اللي هو عايزه. حطينا اول جبنه موتزاريلا حبه صغيرين كده من تحت خالص عشان خاطر تمسك الخلطه. بعد كده الفلفل الالوان، بعد كده الطماطم، الفلفل الحامي، بعد كده نحط بقى الفراخ اللي هي خلطه الفراخ اللي احنا كنا عاملينها من كام يوم معاكم. وده بصل، برضو البصل اختياري اللي انتوا عايزينه، لو مش عايزين ما تحطوش. الزيتون، طبعا الفراخ ديت اللي احنا كنا عاملينها وكنت عارفه ان انا هعمل بيتزا يعني، فكنت شايله منها حبه عشان نعمل بيها البيتزا. مهما كان برضو بتطلع يعني زي بتاعت بره، وطبعا مش نفس التكلفه بتاعت بره، لان انتوا لو هتجيبوا الكميه دي البيتزا دي من بره طبعا اكيد انتوا عارفين هتدفعوا مبلغ جامد يعني. وما خدتش وقت خالص والله، طول ما انت محضره الحاجه بتاعتك وعارفه هتعملي ايه ومظبطه المكونات او كده، خلاص مفيش ساعه او ساعه ونص وهتلاقي نفسك خلصتي كل الاكل يعني. كده خلاص ده الشكل النهائي بتاعها. هنحط لها بقى جبنه موتزاريلا تاني بس بعد ما تستوي وتاخد خلاص يعني داخله في السوا خالص، نحط لها بقى جبنه موتزاريلا تاني
من على الوش، وبعد كده ندخلها بقى تاخد وش كده جراتان من فوق وخلاص نطلعها. دي اول واحده. تاني واحده بقى معانا هنعملها برضو نفس الخطوات نفس كل حاجه، بس هنحط بقى حشو تاني. هنحط البرجر. البرجر دي كانت تحفه جدا وفكره جديده يعني. يعتبر نفس الخطوات بالظبط، بس بدل الشاورما الفراخ هنحط برجر بقى. وهنعمل برضو في ميكس جبن، اللي ما بيحبش الحاجات دي كلها، في ناس بتحب الجبن بس. تمام يعني، شوف اللي عندنا بياكلوا ايه او بيحبوا ايه ونعملها لهم. متنسوش يا جماعه تنزلوا تحت في الكومنتات تكتبوا لنا ايه رايكم في القناه، ولو عايزين اي وصفه جديده او اي حاجه يا ريت تقولها لنا، واحنا ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل كل اللي انتوا عايزينه. البرجر بقى بنحط له معاها قوطه زياده شويه، لان البرجر بيبقى حلو طبعا مع الطماطم. ولو حد بيعمل البيتزا عجينه البيتزا بطريقه تاني يا ريت ينزل يكتب لنا برضه في الكومنتات ونستفاد من بعض. خلاص بقى كل العجينه اللي احنا عايزين نعملها هنعملها بالمنظر ده وبالترتيب اللي احنا عايزينه والحشوه اللي احنا عايزينه. ممكن تعملوا جمبري برضو، لو هتجيبوا جمبري وتديله كده تشويح على النار بتوم ومعلقه زبده وخلاص كده برضو، ونحطه على وش البيتزا برضو بتبقى حلوه جدا. ده البرجر بتاعنا هنحطه بقى على البيتزا وخلاص كده يعتبر بقى. لو عايزين الباقي تعملوه برضو تعملوه، مش عايزينه هتحطوه في اكياس وتحطوه في الفريزر وتطلعوه وقت ما تحبوا بساعه او ساعه ونص، وهتبقى معاكم كانكم لسه عاملينها برضو بالظبط. ميكس جبن بقى بنعملها جبن، بس جبنه براميلي، جبنه كيري، جبنه ميكس موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه شيدر، اي جبن بنحب نحطها عليها نحطها. كل البيتزا دي هتخش الفرن، وبعد ما تخش خلاص في السوا نطلعها ونديها بقى تاني بيتزا تاني، جبنه موتزاريلا تاني من فوق وكده، وندخلها تاني بقى تاخد وش جراتان من فوق كده، وبعد كده بقى خلاص. لان الجبنه الموتزاريلا لو اتحطت من الاول خالص بتنشف وما بتشدش معانا. دي كانت بقى تالت واحده اللي احنا عملناها، وكانت بالجبنه بقى، كانت ميكس جبن. اي نوع جبنه انت بتحبيه ممكن تحطيه معاهم. دي جبنه كيري. نحط بقى برضو طبعا كل الجبن اللي احنا قلنا عليها، ويبقى كده طريقه البيتزا معانا خلصت. هندخلهم يستوي وخلاص كده. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. متنسوش تكملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه، وذكر الله والصلاه على النبي. دي جبنه عاديه بقى مش جبنه كيري. دي كانت ميكس جبن بس، يعني ما كانش فيها اي بقى ولا زيتون ولا طماطم ولا اي حاجه، هي كانت مطلوبه كده بس. مش ديت. وكان في واحده تاني معموله برضو ميكس جبن مفيهاش اي حاجه. ممكن بقى لو اخر اسبوع فاض عنك بقى جبن وزيتون طماطم حاجات كده خلاص نعمل بيهم ازاي، هتبقى تحفه جدا. ان شاء الله الطريقه دي تكون هتعجبكم وتبقى سهله وتبقى كل المكونات عندنا في البيت، ونقوم نجربها بقى. ده كده انا حطيت على البيتزا دي كل الحاجات اللي كانت بقى فايضه معانا، برجر، زيتون، جبنه موتزاريلا، طماطم، كل حاجه حطيناها معاهم. وكده بقى خلصنا الطريقه بتاعتنا. تمام كده بألف هنا وشفا. دي اللي كانت ميكس جبن بس ما فيهاش اي حاجه خالص.
خلاص كده بعد ما طلعت من الفرن خلاص يعتبر استوت من تحت خالص وبقت شكلها حلو جدا. نحط عليها بقى جبنه تاني وندخلها تاني الفرن بقى، اللي هي ايه اخر خطوه. لو عايزين برضو كميه الجبنه على حسب ما انتوا عايزين، لو عايزين اكتر من كده مفيش مشكله، يعني اللي انتوا عايزين. كل ما تحطوا جبنه اكتر كل ما بتبقى احلى طبعا بكتير. كده خلاص طلعت معانا ومديناش الجبنه، لان الجبنه اول ما بتتحمر وتاخد لون خلاص بتبقى المطه بتاعتها راحت. خلاص كده يعتبر استوت معانا. هنوريكم بقى شكلها بعد ما استوت. كانت جميله جدا يا جماعه، ويا ريت تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم فيها. بألف هنا وشفا ان شاء الله تكون الطريقه دي عجبتكم. وبس كده يكون الفيديو معانا خلص، يا رب يكون عجبكم ومع السلامه. بس كده بعد كده تكون خلصت خالص ونطلعها بقى ونحط عليها اي صوصات احنا عايزينها او اي حاجه. يكون في جنبيها سلطه كول سلو. يا رب تكون ان شاء الله الفيديو تعجبكم. سلطه الكول سلو كنا عاملينها معاكم قبل كده في الفيديوهات، هتكتبوا كول سلو هتطلع لكم الطريقه. ان شاء الله يكون الفيديو خفيف عليكم. بس كده خلاص، مع السلامه.